السلام عليكم. بينما تدخل مصر مرحلة جديدة ويأتي رئيس جديد لمصر منتخب لأول مرة، وننتقل من حال إلى حال ومن مآل إلى مآل. مش عارف هننتقل إزاي، يعني هننتقل ولا هننقلب ولا هنتقدم ونتطور ولا هنقف محلك سر ولا هنمشي لقدام ولا هننزل لتحت. لازم 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 ولا بد أن نكون محملين بالأمل ومفعمين بالتفاؤل وقادرين على أن نبني لهذا الوطن حلما مهما كانت الكوابيس. الكوابيس الحقيقة ربما تكون عند البعض أكثر، لكن الأحلام يمكن أن تبدد الكوابيس. وبينما مصر بتتنقل مرحلة جديدة وبيشوف رئيس جديد، إذ يشاء السميع العليم أن يبقى رواية الجديدة تنزل في نفس هذا التوقيت مع الرئيس الجديد. الرواية بتحلف اليمين قبل الرئيس عموما، يعني مولانا وربنا يستر. والحقيقة الرواية دي أنا كتبتها وأنا يعني أعارض الرئيس السابق، ورايح من نيابة وجاي من نيابة ورايح لمحكمة وجاي من محكمة، ووصلت الكتابة ولما اتفصلت من رئاسة تحرير الدستور وقاعد في البيت لا أفعل غير أن أنا أقرأ وأكتب. مفيش، كنت ممنوع من الكتابة في أي حتة، فكنت بكمل في الرواية. ثم إذا بثورة تقوم وتنهض مصر معها، 18 يوم في الميدان، جمعة غضب، 25 يناير، دخان، قنابل مسيلة للدموع، رصاص رايح ورصاص جاي، وتنتصر الثورة وتمر مصر بالأيام التالية من مراحل انتقالية ما بعد الثورة، بنتدحضر شوية، نتفائل شوية، نضرب على دماغنا شوية، ونقاوم شويتين، يجي عسكري يجي إسلامي. والرواية قاعد أكتب فيها حتى مارس الماضي، حتى أنا التاريخ الرواية، وهي رواية من أعز الروايات على قلبي. الروايات اللي أنا كتبتها ده بدأت 1 إبريل 2009، خلصت 6 مارس 2012، 554 صفحة. أقرأ شوية؟ أقرأ فيها؟ أقرأ؟ ولا أقرأ؟ لا عموما أقرأ. طيب خلينا نقرأ بعدين، يعني واضح إنه مسألة إن أنا أقرأ الرواية دي صعبة. خلينا نتكلم في الرئيس الجديد. بس أنا الفرحة